بسم الله الرحمن الرحيم، والأهلي بيكسب وادي دجلة 3-1، وعودة الأهلي للدوري، وعودة بقى الحلويات بقى، ونشوف بقى إيه القصة اللي إحنا فيها دي. يعني في المركز الثالث، وبيراميدز في الثاني، وسيراميكا متصدر، وفاهم في شوية نكش كده، فاهم. ووادي دجلة اللي إحنا كنا بنلعبه النهاردة كان في المركز اللي تحتينا بنفس عدد النقط، بس سابقنا بماتشين. ففاهم، فأنت كنت محتاج إنك في إيه، فاهم. بس أنت قبل ما تبدأ أي حاجة، إيه يا إمو ده؟ ايه يا امام عاشور ده؟ بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر، يعني ربنا يحرسك. يعني ما شفناش كده من فتره كبيره لعيب بيعمل الاداء ده كله. لعيب اللي هو بيستلم صح، يباصي صح، يشوط صح، يجري صح، يراوغ صح، يفضل يضغط في الكرة صح، يفضل ان هو فاهم عنتيل في الملعب صح، كل الكلام ده. شفت كده بقالك فتره، بقالك فتره لما فاهم اللي هو ايه. تشوف كده ماتش، فاهم، ويا ريت الماتش مثلا كامل، تلاقي مثلا لعيب يعمل لك كده في شوط مثلا او في ربع شوط، فاهم. وبص كنا بنحط صور، الناس تحط صوره جنب طلعت حرب، تمام. فانت عندك بقى امام عاشور، هو بعمل لك الكلام ده. امام عاشور عامل لك ماتشين ورا بعض، غير ماتشات المنتخب. انا مش بتكلم بقى على ماتشات المنتخب وقبل كده والكلام ده كله راجع من فيروس، انا بتكلم على دلوقتي. دلوقتي هو عامل لك الاداء اللي 10 على 10. دلوقتي اللي عامل لك اداء ان هو مساهم، وان هو عمال يجري ناحيه الشمال، ناحيه اليمين، نص ملعب، الدفاع، بيتحرك. لعيب، لعيب. يعني اقول لك على حاجه، يعني عايز اكلمك على الاجوان الاول، تمام، قبل ما اكلمك على اداء الماتش. بس اللي هو الفكره، انت شفت الاستلامه بتاعه الجون الثالث؟ يعني الكرة جت من زيزو، قام عملها ايه، اوفرهاية. قام الاستلامة بتاعت امام وتحرك مروان اوتاكا اللي هو 10 على 10، تمام. استلامة امام وان هو بيضغط فيها وبيجري، واللاعب اللي ورا اللي هو سيف توكا اللي هو مدافع وادي دجله، اللي وادي دجله فعلا فرقه تقيله وفرقه كويسه جدا، وعامله اداء كويس جدا في الدوري. يعني حتى كمان على ماتش النهارده عامله اداء كويس قوي في الدوري. وانت قبل كمان ما تجيب الجون الاولاني، وادي دجله كانت عامله شغل عليك برده جامد، ويستلم الكرة ويضغط ويفضل يباغت فيها لغاية ما يعملها عرضية كويسة، حتى مش مشمعها، عرضية حلوة قوي تيجي لأوتاكا الجول. دي 10 على 10 يا باشا. فأنت عندك لو هتبدأ بقى بالماتش، وادي دجلة نازلة مش خايفة، وادي دجلة نازلة حتى أصلا بشخصيتهم قدام كل الفرق. يعني قدام بيراميدز تعادلوا، قدام الزمالك كسبوا الزمالك، اسمه كل ماتشاتهم هم الناس تقيله. بس انا اتكلمت على بيراميدز والزمالك عشان هم دلوقتي اللي هو ايه، الفرق اللي هي ايه القمه في الدوري، اهلي زمالك بيراميدز، تمام. فانت في كل ده تمام. شفت وادي دجله عمل ازاي؟ شفت انت في اول الماتش، اول 5 دقايق هم كانوا هيجيبوا جون، هددوا مرماك، تمام. وادي دجله ماسكه كوره، وادي دجله بتضغط عليك، فانت اول 10 دقايق وادي دجله بتروح كل شويه، وادي دجله بتشوط. في كوره جت لوادي دجله، قام شاطوها اللي هي عدت، عارف انت ايه اللي هي الكوره اللي هي عدت، قام كأنه اللي هو شعره كبير قوي ده، شاطها على الارض والشناوي صدها. لو فاكر الكوره دي، فالكرة دي سيبك من ان هي تبقى ان ياسر ابراهيم كان هو مغطي ناحيه محمد هاني، عشان محمد هاني كان طالع قدام، واللي كان مغطي مكان ياسر مروان عطيه، وكان مغطي ياسين مرعي جنبه. فما كانش فيه حته في الديفندرات، ما كانش فيه ولا ديانج ولا مروان عطيه يقفوا مع اللعيب اللي سجل الكوره. بس انت شفت تحركات ودي تيجي عامله ازاي، شفت الارتداد بتاعهم عامل ازاي، شفت ان هم مش خايفين، مش اللي هو من الفرقه اللي نازله تبقى واقفه الدفاع والكلام ده كله، لا. كانت هي اللي ضاغطه، كانت هي اللي عماله تروح على الكوره اكتر، لغايه ما الاهلي يعني بيوري لك كده، فاهم ايه، حته كده، تمام. بدأ لك الماتش بكوره من تريزيجيه في الدقيقه 11، اللي هو موه بيها اللعيب من ناحيه الشمال، وقام شاطها على طول. بعد كده كرة إمام عاشور اللي شاطها والحارس صدها. فالأهلي بدأ يرجع، بدأ يضغط، تمام. كورنر ورا التانية بدأت إن هو إيه، إن هو يروح، تمام. بس الأهلي في الشوط الأول هو دايما، مش حتى برضه الماتش اللي فات، الشوط الأول مختلف عن الشوط التاني. الشوط الأول الأهلي بيبقى مش أحسن حاجة، أو اللي هو إيه، في بداية الماتش مش بيبقى أحسن حاجة. بعد كده في نهاية الشوط أو في نص الشوط بتلاقينا هو بيبدأ الشوط التاني بيبقى أحسن بكتير من الشوط الأول. وده اللي باين لك ان هو الشوط الاول في نص الشوط الاول بدأ لك بالكوره من ديانج باصاها لزيزو، باصاها طويله قوي، فاهم. بس لو حتى زيزو اصلا بعد الجون، تمام، في بالراحه يعني، فاهم، انت جريتني، فاهم، استاد القاهره بشارع النصر بكل حاجه يعني. فزيزو جري، عملها عرضيه، مدافع وادي دجله غلط فيها. احنا بس عايزين نتكلم ان الجونين اللي جم، هو غير ان هي كانت يعني ضغط ومهاره كويسه من الاهلي، هي اخطاء دفاعيه من وادي دجله. فانت غلطه من لعيب وادي دجله، تريزيجيه خد الكوره، قام موه، بص، لم الحارس والدفاع وشاطها بهدوء عادي جدا وحلو قوي، فاهم. والحلاوه برضو ان تريزيجيه كان مكمل مع المهاجم، يعني حتى هو مش مثلا متطرف على بره، لا، هو مكمل على جوه. وده اللي جاب لك ايه، الهدف الاولاني. بعدها بكام دقيقه، فاهم، دقيقتين تقريبا، كوره برضو لزيزو،
زيزو عمل ماشي، زيزو عمل اداء الى حد ما كويس، انا مش عارف برضه مش شايف بصراحه ان هو اداء واو يعني، عارف لحد ما هو عادي، فاهم. بس كوره زي دي، في كور تخلص لك ماتش، في كور تقتل لك ماتش، في كور تهد الفرقه اللي قدامك وتهدها لك بدري بدري. دي كوره من ضمن الكور دي، كوره جت لزيزو. زيزو يعني انت عندك يا اما تكمل قدام شويه، يا اما تبصيها بالعرض الناحيه التانيه لاوتاكا. لكن هو شاط من بعيد، هتقول لي يعني دي من بعيد من جوه منطقه الجزاء، بس انت برضو مكمل، انت عندك مساحه انك انت تكمل، او عندك المساحه انك انت تباصي على شمالك. فليه انا اشوط بدري وشطها بدري وشطها برضو وحشه والحارس صدها. فدي كوره من ضمن الكور اللي هي تخلص لي الماتش قوي. بعد كده الاهلي بيفضل برضو بيضغط شويه، بيلعب على التحولات اكتر، تمام، بيلعب على اخطاء الفرقه اللي قدامه اكتر، لغايه ما يجي لك الكوره بتاعت ضربه الجزاء. كوره حلوه جدا كانت عرضيه، وامام عاشور قطع الكوره حلوه قوي معاه. ونفس المدافع اللي غلط في الكوره الاولى غلط في الكوره الثانيه، يا بس عامل يعني 100 فل و10 معانا والله. ضربه الجزاء هي باينه انها من جوه اصلا يعني، فاهم. وزيزو يخش ويسجل الهدف الثاني في الدقيقه 46 من الشوط الاول، والشوط الاول يخلص 2-0 للاهلي، تمام. والنتيجه اللي احنا عايزينها في وسط ان انت الشوط الاول يعني في بدايته كان الوادي دجله، في بداية في نهايه الشوط الاول كان للاهلي. بعد كده بتبدا الشوط الثاني، الشوط الثاني الاهلي برضو ايه، الاهلي بدا يضغط، الاهلي بدا يروح. وادي دجله كانت بتحاول ان هي ترجع نفسها في الماتش ونزلت تبديلين، بس الاهلي برضو كان بيضغط اكتر، الاهلي بدا يفوق نفسه اكتر، الاهلي بدا ان هو يتحكم في رتم اللعب، ان هو من ناحيه اليمين لناحيه الشمال نص الملعب للعمق. بدات تحصل برضو ايه، يعني تيكي تاكا و1 و2 ما بين تريزيجيه وامام عاشور وزيزو، كان بيروح لهم برضو. وفي كوره منهم حصلت ما بين تريزيجيه وامام عاشور وزيزو، وراحت لمروان اوتاكا، مروان اوتاكا عملها بالكعب وزيزو شاطها، كانت ممكن تبقى هدف عالمي. بس برضو من ضمن النقط السلبيه ان انت برضو كنت بتشوف في الشوط الاول وفي اغلب الماتش ان يعني باصوا يا جدعان لمروان اوتاكا، والله العظيم ده لعيب معانا، باصوا لمروان اوتاكا، لان ده احنا مش جايبينه ان هو احنا بنعذبه، تمام، لا يعني احنا جايبينه عرض 6 شهور هيلعب معانا ونشوفه وان هو بيلعب في مركز المهاجم، فنبصيله نرفع له عرضيات. هو لعيب معانا على فكره، مش بيلعب مع وادي دجله يعني، فاهم. والماتش اللي فات هو مش بيلعب مع يانج افريكانز برضه، بيلعب معانا احنا. ففي كذا كوره بص بقى لمروان اوتاكا، ومنها برضه حصلت اهي يعني بند لما بصيت لمروان اوتاكا عمل لك حاجه اهو. الكوره بتاعت امام عاشور اللي احنا شرحناها وقام رفعها لمروان اوتاكا، مروان اوتاكا بدماغه. والهدف الثالث للاهلي 3-0. مروان اوتاكا لعيب كويس جدا، لعيب ما تقولش عليه ان هو مهاجم صرف، لان هو في اغلب الماتش بينزل، بس هو لعيب كويس قوي ان هو بينزل، ان هو بيروح على على كام كوره. بس هو ما تحسش ان هو المهاجم البوكس، هو بتلاقيه بيطلع لك اكتر والكلام ده كله، تمام. مهاجم البوكس اللي هو عارف انت ايه، اللي هو مش مركزي، بس انا هحاول ادي فيه، فاهم كده. بعد كده عمل لك تبديلات بقى، نزل لك بن شرقي، بن رمضان، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، فاهم. نزل لك محمد شكري، عمل لك تبديلات كتيره قوي. الاهلي بدا برضه ان هو يضغط، الاهلي بدا يروح، الاهلي عمل ماتش حلو قوي ما بين الباصات والتكات والحاجات دي كلها. او حد اقول لك الحاجه الاساسيات اللي احنا كنا طالبينها، اعمل الاساسيات يا باشا، اعمل الاساسيات والدنيا تبقى هاديه. وده اللي احنا كنا فعلا بنعمله النهارده. لكن انت بتنهي بقى الماتش بجون لوادي دجله، ده بقى اللي بيبين لك، اللي هو بيلخص لك ايه يعني قوه وضعف الاهلي. قوه الاهلي في ايه؟ ان هو يقدر مثلا يمسك لك نص الملعب، يقدر يمسك لك الهجوم، يطلع لك احسن شغل لو اللعيبه عايزه، ولو اللعيبه رايقه، تمام. لازم بس تبقى فاهم دي. ونقطه الضعف الدفاع، فاهم، اللي هو انت في وسط ماتش ما حصلش عليك كور كتيره جدا، ما حصلش عليك كور كتيره، ولا بتلاعب فريق هو فريق كويس كل حاجه، بس مش الفريق اللي هو المفروض ان هو يخضك او اي حاجه. بس الكوره جاب لك جول ودي دجله. الكوره صعبه والكوره حلوه قوي، فاهم، وشايطها فيرست تايم وحاجه 10 على 10. ومش غلطه الشناوي، عشان بنشوف الزيطه اللي بتبقى على الفيس اللي هو ايه، افرد ايدك، اصل الكوره يا جماعه مش غلطه الشناوي يا جدعان. يعني شايفين الكوره صعبه والكوره حلوه وكل حاجه، مش اي كوره تتشاط في الشناوي في جون يبقى ايه يا شناوي، مش كده يا جدعان، لا يا جدعان. الكوره فعلا صعبه. الكوره تبين لك ان محمد هاني انت ليه مش لازق مع اللعيبه اللي شاط الكوره. ياسر ابراهيم ايه الكوره اللي عملتها بالدماغ انت بتصلحها له، فاهم، تصليحه محمود علاء لقفشه، فاهم، في نهائي القضيه. ففي دي يعني دي الماتشات او دي الاجوان اللي بتلخص لك هي قوه وضعف الفريق في ايه. انت واقف فين وواصل لفين. واقف ان انت ما عندكش باك شمال بتلعب منه كهجوم او كدفاع، عندك الدفاع ملقلق باقل كور ممكن يخش جوان، عندك نص ملعب وهجوم ماسك نفسه وبيعمل اداء كويس. واخطرهم واهمهم امام عاشور. امام عاشور رقم واحد، امام عاشور 60% من قوه الاهلي. امام عاشور ده لوحده، يعني في امام عاشور ده لوحده حمله، حملتين ثلاثه. الحمد لله الاهلي بيكسب.
3-1 على وادي دجلة وبينهي الماتش، وبعد يعني يوم 31 يناير هنلاعب يانج افريكانز في بطولة افريقيا، نكسب ونصعد بدري بدري تمام ونهدي الدنيا والكلام ده كله. السلام عليكم.